الرياضة العربية. عبد الرقيب اليافعي هو معي الآن في الاستوديو. يقولون أنت تقول عن نفسك يا عبد الرقيب أنك كمبيوتر. نعم صحيح؟ صحيح. طيب أنا أريد لك مني 5 أسئلة. هناك من كتبها لي لأنني لا أفهم بالرياضة. ال5 أسئلة إذا أجبت عليها لك مني جائزة. لدي تذكرة كأس عالم لحضور أهم المباريات، سأعطيك إياها. أوكي؟ أنت جاهز؟ الأول سؤالي: هل تعلم قصة هذه الصورة؟ هي أعنف مباراة في تاريخ بطولة كأس العالم. متى كانت؟ بين من ومن؟ وكم كان عدد البطاقات؟ وما كان اسم الحكم؟ يلا. البطاقات كانت 20 كرت، 4 كروت حمراء و16 بطاقة صفراء، وكان الحكم ايفانوف من روسيا، بين هولندا والبرتغال. بين هولندا والبرتغال. نيذرلاندز عند البرتغال. جميل. طيب انطرد 2 4 طرد و16 كرت اصفر. 16 كرت اصفر و4 بطاقات حمراء. اي سنة؟ في عام 2006. يا لطيف. أوه. راحت البطاقة. السؤال الثاني: تذكر لمسة اليد هذه؟ لمسة اليد من مارادونا التي أخرج بها الفريق الإنجليزي في سنة 86. طيب من كان الحكم؟ كان الحكم التونسي علي بن ناصر. جميل. وهذا السؤال ليس السؤال. من كان حكم الراية؟ الراية كان حكم عربي، ولكن الذاكرة قليل. المهم حكم الساحة كان علي بن ناصر، حكم الراية عربي. عربي؟ على ما أعتقد. أوكي، يسعدني أنك خطأت. كان بلغاري اسمه بوغدان دوتشيف. أيوة. دوتشيف صح. طيب أمشي طيب راحت البطاقة، بس ما في، لا تخف، ستجاوب. السؤال الثالث: هناك نسخة من بطولة كأس العالم خاضت فيها المنتخبات المباريات بخروج المغلوب بشكل مباشر. أي نسخة؟ هذه النسخة هي عام 38. طيب صحيح. ما كان اسم الملعب؟ الملعب الأولمبي. لا لحظة. الأولمبي دي كولومبوس. طيب أين؟ في فرنسا. غلط. يسعدني أنك عم تغلط. لأنها عام 1934 في أولمبيكو. لا، في إيطاليا. في أولمبيكو في إيطاليا. بكير يا عبد الرقيب. أيوة. من هو أول منتخب عربي شارك في بطولة كأس العالم، وأي سنة وأين؟ وكان المنتخب العربي المصري أول من شارك في نهائيات كأس العالم عام 1934، وانتهت المباراة 4-2. سجل المنتخب المصري عبد الرحمن فوزي، وهو نفس اللاعب الذي كان سجل في التصفيات 7-0 ضد فلسطين. كل الأهداف سجلها اللاعب عبد الرحمن فوزي. في أي دولة؟ في المباراة أقيمت في دولة، لحظة، ليست لم يلعبوا لا في مصر ولا في فلسطين، في بلغاريا أعتقد أو رومانيا. طيب اتذكر السؤال السابق. لا في إيطاليا. إيطاليا؟ لا. يعني صح. يعني لك جائزة مني؟ لا، هذا يعود لك. 3 أسئلة صح. كم جاوب؟ 3 سؤالين بسؤالين. ليس لك جائزة، لكن ربما هي جائزة ترضية. هذه هي. أنا كنت بدي، لكن عادي لأن اليوم كنت مريض. كنت مريض بس مالك متذكر. 5 ساعات مريض بس عادي. هات لنشوف. وصلنا إلى ختام برنامج شبكات لهذا اليوم. إلى اللقاء. شكرا أحمد فخوري.